مساء الفل يا شباب. ده بي 20 لايت واقف على اثبات ساحه ملكيه، عايزين نكسر حمايه الاف ار بي بتاعته. يلا اقول لكم نشتغل هنعمل ايه دلوقتي. اول حاجه هنعملها نفصل الجهاز خالص، نعمل له كف تشغيل، بعدين نكون فتحنا الظهر بتاع الجهاز، وصلنا الكابل بتاع الشاحن، وفي نقطتين تيست بوينت هنشتغل عليهم. اول نقطه خالص اهي، فوكس عليها، هي اول واحده خالص هنا صغيره، اول واحده صغيره دي مع الارض. هنعمل كده، بعدين نوصل كابل اليو اس بي، يعني تبقى جاهز حضرتك بالكابل قبل ما تحطه في الكمبيوتر، تكون ملمس دول، بعد كده تركب الكابل في الكمبيوتر. سمعت الصوت كده؟ هو دخل على وضع التيست بوينت. هنفتح بقى اداه حلبتك، الاداه المجانيه اللي هي الاداه دي، ودي واجهه الاداه قدامك. هنخش على هواوي، ومن هواوي على تيست بوينت، ومن تيست بوينت هنختار الموديل بتاعنا، ماشي، اللي هو ANE LX1. تمام. هنعمل ريفريش هنا عشان يقرا معايا التيست بوينت، وهنبدا ندوس على نعلم على ريسيت اف ار بي، وهنعمل ريستارت ونستنى نشوف ايه اللي هيحصل، الاداه هتعمل ايه معانا. تبدأ الأداة تقرا المعلومات كده، هي خلاص عملت ريسيت اف ار بي. هنفتح بقى الجهاز مع بعض. خلاص هنفصل احنا الكابل بتاع الجهاز، وهنستنى نشوف حصل ايه عندنا. موضوع بسيط جدا، بس انتوا ركزوا معانا في الخطوات اللي انا عملتها دي بالظبط. الموضوع مش هياخد معاك دقيقتين على بعض. هو بيخلص اهو فاكتور ريسيت تاني لوحده. ما تعملش اي حاجه، انت ما تعملش اي حاجه غير انك انت بس تنتظر، مش اكتر. خلص ويفتح لوحده دلوقتي. الجهاز ده مقرف في الاف ار بي بتاعته، ثغراته ضيقه جدا، هم مقفلين كل الثغرات. فالطريقه اللي هتخلص على الموضوع هي نعمل تيست بوينت ونخلص. طبعا الناس العاديه ممكن ما يكونش عندها الامكانيات ان هو ينزل اداه حلبتك، بس هي الموضوع بسيط يعني. الاداه فري من على النت، بتنزلها وبتسطب تعريفات الجهاز بتعريفات الجهاز بتاعت هواوي، وخلاص كده. يلا بينا نجرب. بس خلاص كده الجهاز خلص.